السلام عليكم. أنا في قطر من 10 أيام عندي بعض المحاضرات. تفاجأت اليوم في تويتر أن الMBC اليوم ذكرت في الأخبار الرسمية أني مسافر إلى الجزائر، وأني أردت أن ألقي محاضرات، وأني منعت من دخولها. هذا الخبر كذب جملة وتفصيلا. الجزائر ما رحت لها إلا قبل 10 سنين. أيضا أنا ما أروح بلدي يا جماعة إلا بدعوات رسمية من جهات رسمية، أنسق مع السفارة السعودية، عندي عدة إجراءات نظامية أعملها قبل ذلك. وطوال حياتي من فضل الله، طوال حياتي وعلى كثرة أسفاري لكثير من البلدان، لم أصل إلى بلد وأمنع من دخوله أبدا من فضل الله. السفر إلى البلدان يقتضي أخذ تأشيرات، يقتضي دعوات رسمية، أي منشط ثقافي أو شرعي تريد أن تقيمه لابد أنك تتأكد من الجهات. فأنا أقول أخيرا إن ما افترضته الMBC هذا أنا ما استغربته، هذا يضاف إلى سجلهم الأسود في تشويه صورة الدعاة والدعوة والعلماء. أهل الجزائر أهل خير وكرم وعلم، استفيدوا من علمهم، ومن ولي أصدقاء كثر فيها، ولو أردت أن أذهب لنسقت أمري. ولذلك أنا أقول يا جماعة، كل من يسمعني تأكدوا دائما من الأخبار التي تنشرها القنوات الكاذبة التي اعتادت الكذب، العبرية، MBC وما شابه. في أمان الله وبارك الله فيكم، وتصبحون على خير. السلام عليكم.